من الحكي الفاضي. طب احكي سامحك ومش الناس. احكي طيب. هذا زلمتنا اللي دعسه كان قليل ادب لعين والدين. نعم. هذه لازم تفهموها. ويوم ما دار غيث يدعسوا واحد بهالطريقه لا ترحمونا عمي. لا ترحمونا. اذا واحد ابننا بيسوي نفس الحادث ادعسوا ببطننا. مش لا يا عمي الله يرضى عليك. من دار غيث ما صار. لا تاخذونا بالحكي هذا. ما احنا بالنا بنات اولاد 4 بنات وولدين. الله يا حاج. يلا إلنا كلنا. يا حاج احنا بدنا، احنا قلنا اذا بدكم تهونوا على حالكم تمشوا على السريع، توكل على الله. بحق الله. بحق الله. يا ابو احمد اللي بحق الله توكل على الله. انت طول بالك دقيقة بس يا حج نواف، شيخ نواف، إذا بدك تصعبها بتبقى صعبة. صعب كثير ها. الشيخ نواف احنا بنحكي اللي بدكم يا ابو العبد، احنا جاهزين نتوكل على احنا امرنا باللي طلبناه. 1000 دينار اول شيء ناولنا اياهم المجرفة. ايوه طولوا بالكم علينا. هاي ال1000 دينار ماشي. ناولنا يا شيخ نواف 5000 دينار حق الموتور. هلا اذا بدكم تقعدوا تناقشوا بكل شغله عندك مشكل. اذا سمحتوا لنا 5000 دينار حق الموتور لو سمحت. هلا انتوا ما تتلككوش كثير، اذا اللي بنطلبه مش شرعي قولوا لنا مش شرعي، حق موتور بدنا ناخده اعطونا اياه. بديش يجي في التأمين ولا إلك علاقة بالتأمين، احنا شرعا حرام، احنا سقفنا الشرع. ما بدناش تأمين ولا راح نحكي بالتأمين، شرعا حرام. يا شيخ فايز تصعبوش الامور كثير، اعطونا 5000 دينار حق الموتور. هلا اذا بدنا نضل نحكي بتقعد 3 ساعات. انا بقول لك انت اذا كان في غلط في طلبة ال 5000 دينار حق الموتور قول ما بيطلع لكوش يا عمي. عسات وسط انجد. اذا سمحتوا يا اخوان يا شباب، اذا سمحتوا الهدوء والتروي وبارك الله فيكم. احنا بنعرف كلنا انه المصاب جلل واحنا متاثرين، يعني كل العيله وكل الناس متاثرين باللي صار. بس انا بعد اذنك يا حج بدي اقول الخطأ لما الانسان بحاول يسوي اشي صح وبيطلع معاه خطأ، ولكن لما الانسان بيعرف انه بيسوي خطأ وبيعرف انه هذا الخطأ ممكن يؤدي لجريمة، هون في اهمال وفي تجاوز وفي استهتار بارواح الناس، وهذا الحكي عليه كثير عقوبات. يا سيدي صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. هلا احنا يا حاج اكرم وحج نواف، احنا في مشكلة شائكة بالعربي هيك. احنا لولا خجلانين من وجه رب العالمين كان كل هذه الاجراءات بنعملهاش. بالعربي احنا هذه الضربة من سوء حظ اللي عملها، ضربته اجت يعني في محل صعب جدا جدا، ولا واحد فينا بده يغفر له ولا يسامحه. واحنا لما بنشوف واحد عمره 70 سنة بقول لك لا احنا احسن ناخذ حقنا بايدنا، يعني معناته الاشي كان صعب علينا. احنا بدنا نمشي بالاجراءات عشان نرضي رب العالمين قبل كل اشي، فعشان هيك تعطوناش فرصة انه نملص من هذه الاجراءات. احنا جماعة بدنا نتقي الله، بدنا 5000 دينار. بدي ارد عليك واعطيك اللي بدك اياه. والله يا بديع يا بديع يا بديع، خلاص سكرت امك. ولا واحد يحكي، ولا واحد يحكي. 100 مرة حكينا تحت. يا اخوان يا اخوان اخلص يا بديع، اخلص يا بديع. يا جماعة طول بالك يا حاج عدنان، يا حاج عدنان، يا حاج عدنان الله يهديك. انتوا بتجادلوا بشيء مش لازم تجادلوا فيه. يا جماعة الخير يا حاج نواف والله تهدوا. جاه الله عليك، جاه الله عليك وجاه الله عليك وتروقوا. جاه الله جاهد الله عليكم، جاهد الله عليكم تهدوا يا جماعة الخير. احنا زي ما قال الشيخ نواف عنا اقطاب فلسطين، عنا اقطاب فلسطين. حاج عبد السلامة والحاج موسى تيم
عندنا ابو علي ردايدي، عندنا كبار البلد ابو اسماعيل، عندنا كبار البلد. اذا ما صارش عندنا ودفعنا حق الفسفه بدل المره 10 بديش حق الفسفه يا عمي، عشان ما تدخلش بمتاهات. اذا بدك تسال الحاج موسى اساله، اذا بدك تسال الحاج عبد اساله، هي كبار البلد كلها هاتي. انا ما تجدلني يا حاج نواف، ما تجدلني يا حاج. لا مش مسطوبه يا سيدي، مش مسطوبه، مش مسطوبه. بس انا بقول يا عم جاه الله عليك ولا اسمع يا محمد، الجاهة واضح انه بدها تتعاون معنا. اعطونا قهوه واسوى الجاهة قهوه واحترموها وغدوها، ما بدنا نستقبل حدا خلص. احنا يا ولاد عمي احنا سكرنا هالملف يا ولاد عمي، خلص ما بدنا نحكي بالموضوع. إذا سمحتوا يا شباب صلوا على النبي، صلوا على النبي. ولا بدنا نجيب لهم قهوة. يا شباب يا إخوان اهدوا إن شاء الله. اقعد يا حاج اقعد. اسمع لا يا عم شيخ نواف ابو احمد عشان نشوف قديش الله يكون وعي، الله يكون سلامات. كبير يحكي شيء انا بكسر له. تفضل يا شيخ تفضل. وبعدين خلص بعدين تصب تفضل. انا لما كبير يحكي شيء عشان نعرف شو خلاص انا بحكي عنه. جاهزين 4 بس أمان الله عليك يا عمي. صلوا على النبي يا جماعة. حاج نواف حاج نواف انت معانا وانا معاهم؟ احنا مع بدنا نمشي الامور على خير زي ما انت طول بالك زي ما انت يا حاج نواف والجاهه الكريمه منيح. صلوا على النبي يا جماعه. هات نسكت اولاد عمنا يا شباب صوته مش طالع هذا. يا شباب صلوا على النبي. يلا يا سيدي يا شيخ نواف، ما بدنا نصعب الامور. 5000 دينار بدل الفسبة عليه الصلاة والسلام. دقيقة واحدة بس. دقيقة ماشي. متفق انا بدي احكي. صلوا على النبي يا جماعة. احنا جايين والكلام اخذ وعطا. يا جماعة. صلوا على النبي. انحلت مشان احنا نمشي في الخطوة اللي بعديها. اجلسوا لو سمحتوا. الموضوع محلول والحاج نواف وصلنا اللي بدنا اياه. يخلف عليك ويخلف على الجاهة. يا اخوان اجلسوا لو سمحتوا. اولا يا اخوان انا اتفهم هذا الغضب من الشباب. الشباب غضبانين عشان انا في استهتار مش حادث سير عادي. الشباب غضبانين عشان سمعوا سيدنا النبي مرة عليه الصلاة والسلام قال أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، أحب الناس إلى الله أكثرهم خيرا. هذا أحب الناس، هذا المرحوم هو من اتسم بالخير واتسم بالرباط واتسم بالعطاء واتسم بصلة الرحم وصلة المجتمع. عشان هيك احنا غضبانين مش دار غيث. انا اليوم مخيم شعفاط وحزمة وعناتة والمرابطين والتنظيمات الوطنية والإسلامية. عشان هيك احنا غضبانين.
أما كمان إحنا بنقول لإخواننا بالجاهة سواء كنا مقبلين أو مستقبلين، هذه مراسم يجب أنها تتم بهذا العلم تحت إطار أنه أنا في غضب ويجب أن نمتص هذا الغضب. بالطبع هذه الجاهة هي بتدفع الأمور بالسواتي العشائرية وهي تعلم ونحن نعلم أن هناك في توابع قانونية بنحكى فيها، بس مش في هذا التجمع الكبير. في أمور قانونية. الحج نواف والجاهة دافعين المبلغ يا عمي، و4000 دينار كافي ويخلف عليكم. أعطينا النقطة اللي بعديها أبو العبيد. يلا يا سيدي يلا. عشان أدشر الميكروفون. طيب ها